يا مساء الجمال على احلى متابعين قناه فرن الابداع. النهارده هنعمل كفته الرز، طبعا كلنا بنعشقها من واحنا صغيرين. هي بتتعمل يا اما محمره بالزيت يا اما معموله بصلصه. قبل ما نبدا المكونات ما تنسوش لايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، كومنتات حلوه. بحب اتعرف عليكم، بتتابعوني من انهي بلد. ويلا مع بعض نبدا. دول المكونات اللي بتاعت كفتة الرز. معايا حوالي نص كوباية من الخضرة. في ناس بتحط كزبرة وبقدونس وشبت، انا بحب نكهة الكزبرة بس، ما بحبش لا شبت ولا بقدونس، بحسهم بيغيروا قوي الطعم. براحتك يعني حسب الرغبة. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. في ناس بتحط الرز قد اللحمة المفرومة وده حلو وهيطلع بركة كبيرة معاكي، بس انا ما بحبش احط الرز كتير. معايا كوبايه من الرز انا غسلاه ومنشفاه وطحنته، يعني ده الرز مطحون. معايا بصلايه كبيره. معايا معلقه بس مش مليانه قوي من الملح، ومعلقه من الكزبره، كلها معالق شاي مش معالق كبيره. معايا هاخد مثلا نص معلقه من الفلفل الاسمر بس هجرشه على طول. دلوقتي الكبه، اول حاجه هعملها ان انا هحط البصل مع الخضره، هطحنهم وهنعمهم جامد في الكبه، وبعد كده هوريكي هنعمل ايه، لان الخطوه دي مهمه علشان ما الاقيش كتل معايا في اللحمه. انا دلوقتي طحنت البصل مع الخضره، ودلوقتي حطيت الرز هطحنه برضو طحنه كمان معاكم، وبعد كده هنبدا نحط بقيه المكونات. انا بعمل الخطوه دي علشان لو الرز فيه اي تكتلات او حاجه يتضرب حلو ويبقى عجينه سلسه، ولما احط عليها اللحمه ما تاخدش معايا وقت وتتسمخ كلها ويبقى ملمسها ناعم. هي ضربه خفيفه، انا مش بضربها ضربه جامده. طبعا المعلقه في ايدك وكل شويه نزلي في الحوافي عشان تتاكدي ان كله اتضرب مع بعضه. انا دلوقتي شايفاها ان هي محتاجه ضربه كمان، هضربها ضربه كمان. انا دلوقتي ضربت الرز مع البصل مع الكزبره. هحط دلوقتي اللحمه المفرومه. لو عندكم الكبه صغيره عادي ممكن تعملوها على كذا مرحله عادي خالص. هو زمان ما كانوش صدقوني بيعملوا بلا كبه ولا حاجه، يعني كان الهون حلو جدا وكان بيقعدوا يدقوا فيه وكانت بتبقى حاجه مفرحه. كنا بنقعد جنب امهاتنا واحنا بنشوفهم هما بيدقوا كفته الرز دي، كانت بتبقى حاجه حلوه قوي. انا دلوقتي هضرب. نسيت احط التوابل اللي انا قلت عليها، هحطهم دلوقتي. هحط فلفل اسمر. الفلفل الاسمر لو جرشوه على طول بيديله نكهه قويه، غير لما بيبقى مطحون ومحطوط ومتساب على جنب. جربوا دي صدقني هتفرق جدا في الطعم. كمان الفلفل الاسمر من الحاجات اللي بتنكه قوي كفته الرز، بتخليها مميزه، بس ما تزوديش قوي طبعا عشان الاطفال. انا دلوقتي ضربت اللحمه وكل حاجه، بس انا حاسه ان اللي تحت مش مضروب حلو زي مع اللي فوق، فانا هعمل حركه دلوقتي ان انا هحطهم في البوله وهدعكم دعكه كمان بايدي. طبعا انت ممكن تعملي الحركه دي وهما في الكبه، يعني تحركي كده في الكبه وتشغلي تاني، بس انا بالنسبه لي مش مشكله يعني. انا دلوقتي خلصت اللحمه ضرب في الكبه، حطيتها بس كده قلت امشي فيها ايدي برضو. هي متسمغه حلو كويسه خالص. في طريقتين، طريقه للصلصه لو هنعملها كفته بالصلصه، وطريقه للتحمير. انا بحب لما اعمل للاطفال تبقى كور صغيره، بتبقى اسهل في الاكل. وفي طبعا الصوابع، انا هوريكم كذا طريقه، وفي طريقه هنشكل بيها بايدينا او بكيس التلاجة عادي. يعني انا ممكن نعمل بالصلصه الكور دي، هتبقى حلوه خالص. بالنسبه للاطفال بيحبوها شكلها حلو، بوبس صغنونه كده فكل هيحبها. وممكن اعمل كمان الصوابع العاديه اللي هي التقليديه اللي احنا متعودين عليها في بيوتنا، واللي متعودين عليها من واحنا صغيرين. دي برضو عاديه خالص. عايزه اقول لكم الكفته دي هتبقى متماسكه ومش هتفك منكم، ما تقلقوش خالص.
يعني كل اللي بتفك منه لو مشيتي بنفس الخطوات اللي انا عملتها مش هتفك منك. في خطوه تانية اللي هي بالكيس. الكفته دي كمان ممكن نفرزها، يعني نحطها في اطباق فويل ونحطها في الفريزر. هنا هوريكم الطريقه بتاعت الكيس. انا باخد كوره وبقفل عليها كده، نحط ايدينا كده وبأي ظهر سكينة او اي حاجة هنشد كده، نبدأ نشد. هنلاقي الصباع طلع معانا بالشكل ده. لو في اي تظبيطة ممكن نظبطها بايدينا كده، او ممكن نحطها مرة كمان اهي، نحطها مرة كمان، نحط كده ونبدأ نشد. هيطلع معانا الصباع بالطريقة دي، وكله هيبقى نفس المنظر. ممكن اعمل معاكم واحدة كمان. هاخد شوية هكورهم واحطها، هقفل عليها الكيس وبظهر السكينة وهبدأ اشد. تطلع لي كده بنفس المنظر. انا ده هحط فيه شويه حلوين، انا دول كنت عملتهم بس على ايدي، هحط فيهم شويه حلوين واحطهم في الفريزر. ممكن مزنوقه في عشوه خفيفه في سندوتشات للعيال، بتطلعي تحمري على طول وتشتغلي. لو لقيتيها العجينه طريه معاكي شويه حطيها في الفريزر شويه تتماسك بعد الضرب اللي لما ضربناها، وبعد كده طلعي شكليها. انا بالنسبه لي بشكل على طول، بس انتي براحتك. انا بالنسبه للي هعمل فيها الصلصه انا بس هقول لكم المكونات وبعد كده هنشوف مع بعض. انا بحط توم، بحط عليهم معلقه من الكزبره ومعلقه من الملح بدقهم. ببدا احركهم مع معلقه سمنه. ودي طماطم انا هعمل هضربها في الخلاط وهحط عليها على طول، يعني اول ما تصفر بس التومه معاكي هتنزلي بعصير الطماطم تسيبيها تتسبك وتنزلي بالكفته. في ناس بتحمر الكفته عادي برضو، انا بس بحب احط على طول الكفته قبل ما احمرها عشان النكهه بتاعت الصلصه بتبقى حلوه، بحس لما بحمرها بتاخد نكهه التحمير اكتر. انا كده عملت الصلصه زي ما قلت لكم، حمرت التومه وبعدين نزلت عليها العصير الطماطم اللي انا ضربته بنصفيه طبعا، ونزلت فيه الكفته اللي احنا عملناها مع بعض زي ما انتم شايفين اهي، لا فكت ولا حاجه، والطعم حلو جدا. جربوه وهستنى رايكم.